على رأي حسن شحاتة، قال لك صلاح بيلعب برجله واقفة. قال لك لو أنا مدرب منتخب مصر ولقيت صلاح ما بيعملش حاجة، ده كابتن حسن شحاتة قال لك لو لقيت محمد صلاح ما بيعملش حاجة أنا هطلعه. في إيه يعني لما تغير محمد صلاح؟ والله أهو كابتن حسن شحاتة أهو، إبراهيم فايق أهو، الناس بتفهم كورة، الناس كانت بتلعب كورة. كابتن حسن شحاتة يعني احنا فاهمين كابتن حسن شحاتة مين؟ كابتن حسن شحاتة، كابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر. كابتن حسن شحاتة ولا هيجي زيه من يوم ما ساب المنتخب، والمنتخب كله بقى عك، بقى شايل جمايل، حتى فنيات أشخاص جمايل. تمام. طبعا كلنا شفنا كابتن إبراهيم فايق قال لك إيه؟ طلع لما بعد الماتش مصر وغانا، طلع انتقد صلاح وقال لك صلاح بعد ما طلع منتخب مصر بقى حلو، بقى اللعيبه بتعرف تلعب، وبقى اللعيبه لايقه بعضيها، وبقى فيها جمل وتكتيكات. ناس كتير جدا بتقول له انت ليه بتطلع تقول له كده، انت ليه بتطلع تقول كده، انت ليه بتطلع تنتقد انت؟ يا جماعه واحد وحش، احنا منتقدين ان احنا واحد يقول وحش؟ هو واحد وحش، واحد وحش في الملعب فعلا. لما طلع اداء المنتخب اتحسن، في تكتيكات، في مجموعات كلها. يا جماعه بصوا اقول لكم على حاجه، كل لعيبه المنتخب حاطه امل على صلاح، حاطه امل على صلاح اللي هو لعيب كبير، لعيب يزيد الفرق بتاع. لما انت تشيل صلاح، لما انت تشيل صلاح تلاقي اللعيبه كلها خلاص، كلها شبه بعض، كلها عايزه تثبت وجودها، كلها عايزه تبقى هي الاحسن، تبقى هي المسؤوليه، هي اللي جايبه عليها المسؤوليه. هي دي بقى لغه الكوره، هي دي بقى الملخص اللي حصل لخروج صلاح. كابتن ابراهيم فايق قال لك انا بنتقد صلاح، انتوا ليه لما مذيع بينتقد صلاح بتضغطوا عليه ليه؟ طب ما هو الشعب المصري كله بينتقد صلاح على رايه، يعني ما قال لك الشعب المصري كله بينتقد الى صلاح، فايه يعني لما انتقد الى صلاح؟ فعلا صلاح وحش في المنتخب، فعلا صلاح بيلعب برجل وحش، فعلا فعلا بيلعب هو على رأي حسن شحاتة، بيلعب وهو رجله واقفة، مش بيجري، مش بيشاكس على الكورة، مش بيجري على الكورة، لا بيلعب برجله واقفة. فاهمين أنا بتكلم في إيه؟ هي دي بقى لغة الكورة. ناس بتفهم كورة راحت طلعت اتكلمت. احنا مثلا نقوله مثلا احنا نقدر تقول لسه داخلين في الموضوع جديد، او احنا لسه ما نفهمش كورة عامة، يعني عامة لسه خبرات ناقصانا، خبرات ناقصانا، فرق السن وبتاع. لكن كابتن حسن شحاته وابراهيم فايق ده ناس فهمانه في الكوره، فاهمه يعني ايه كوره، فهمانه في قوانين الكوره. فيها ايه يعني لما يطلع ينتقد لاعب؟ يعني ايه محمد صلاح؟ انا منتقد محمد صلاح؟ انا محمد صلاح مش زي ليفربول، فمحمد صلاح يا ريت يا ريت ياخد طيارته كده وما يجيش المنتخب تاني، يعتزل بقى. ده انا من ضمن الناس اللي انا بتمنى حاجه زي كده، لان احنا مش عايزين محمد صلاح. كابتن رضا عبد العال بقى طلع قال لك ايه، شوف بقى القصه دي. كابتن رضا عبد العال قال لك انتوا لما تخشوا بقى في الجديات وتخشوا في الماتشات الجديات في البطوله وبتاع، في دور ال 16 او في النهائي او قبل النهائي والكلام ده، انتوا هتتمنوا حاجه صلاح عشان يعمل لك نص فرصه. يا عم مش عايزين صلاح، مش عايزينه يا عم، انت بس متعش بالله عليك تزيد. احنا مش عايزين صلاح، تمام، احنا مش عايزين صلاح. الشعب المصري كله مش عايز صلاح. انا بحب ليفر، انا بحب محمد صلاح، بس مع المنتخب يا جماعه، منتخب مصر فوق كل شيء، منتخب مصر فوق كل شيء. اشوفك حضراتكم على خير، الاشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، واستنى الفيديو الجاي عشان الفيديو الجاي اقول لك على تشكيل المنتخب الوطني بكره غدا ان شاء الله.